إن الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا تتدفق منه على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديدة وإلكترونات جديدة، ونحن نقول لهم إن هذا لن يخيفنا، ولكن عليكم وعلينا قبل أن تصل الأمور إلى نقطة لا عودة أن نسأل إلى أين وإلى متى؟ إلى أين ونحن خريطة الشرق الأوسط وليست إسرائيل؟ إلى أين ومصالحكم كلها عندنا وليست في إسرائيل؟ أن ذلك لا يمكن أن يحدث بينما العدوان قائم ضد أمة عربية بأسرها تقع في قلب العالم استراتيجيا وتملك أهم ثرواته اقتصاديا. إن أي نسيان لهذه الحقيقة البديهية ليس تجاهلا فحسب، وإنما هو إهانة لا نرتضيها لأنفسنا ولا للعالم الذي يعرف أهمية وقيمة هذه المنطقة التي نعيش فيها. وعليه أن يعرف الآن أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع.